صحيح أن السينما إبداع وفن راقي وصناعة لا متناهية الجمال، لكن السينما أيضا أداة لتوثيق الأحداث لتبقى شاهدة على تاريخ وأحداث ومراحل، خصوصا من خلال الأفلام الوثائقية. هناك اجتهاد في شباب لهم وعي كثير ولهم تقنية كذلك جديدة، وأظن هناك تحول كثير في العين العربية التي استطاعت أن تهتم بواقعها وأن تصاحبه بشكل طبعا فني. وأظن أن الفيلم الوثائقي وكذلك بالخصوص فيلم الروبورتاج له مستقبل فيما يخص سواء على المستوى التلفزيوني أو على مستوى القاعات السينمائية. أنا أظن الأفلام الوثائقية باش تكون خصها حرية التعبير. ألوغ الدولة إلا ما فيهاش حرية التعبير ما يقدرش تكون فيها إنتاج أفلام وثائقية، وعدد الإنتاجات نتاع الأفلام الوثائقية هو معيار للديمقراطية في بلاد. ريف 1958 من المغرب، فاطمة من تونس، وأنا مع العروسة من فلسطين، أفلام وثائقية جعلت من اليوم الرابع من المنافسة في مهرجان وهران للفيلم العربي صرحا لأحداث حقيقية عاشتها هذه البلدان العربية، وكانت عينة لما يحدث في أوطاننا العربية من توترات وتناقضات وحروب. الفيلم هو يتناول قضية مهاجرين، يأخذ نماذج 5 مهاجرين فلسطينيين وسوريين يصلون إلى أوروبا، ويقوم بعملية تهريب لهؤلاء المهاجرين في إيصالهم من إيطاليا إلى السويد، المكان الذين يحلمون هم في الوصول إليه. هذا الفيلم بشكل عام كان أول عرض في الجزائر، كان العرض جميل جدا، جمهور متفاعل، حبيت هذا التفاعل، وبالتأكيد لأنه قضايا الهجرة الآن تمس كل العرب، تمس وتحديدا الجزائر أيضا. ريف 58 59 تكسير حاجز الصمت هو فيلم وثائقي يتكلم على أحداث الريف نتاع 58. هي أحداث وقعت جوست من بعد الاستقلال ديال المغرب. كانوا الريفيين منطقة الريف الأمازيغية طلعوا الجبل لأنه ما كانوش متفقين مع السيستم المركزي اللي كان غادي يدار في المغرب، وكان عندهم عدة مطالب من بينها أنهم بغاو الريفيين يكونوا اختهما في الحكومة. وسميتو هذا لوتيم بقى طابو ما تكلموش عليه دوغون 50 ولا تقريبا 60 عام. والله عمل مزيان برشا، فيه برشا، هي ايدي جديده من خلال المعالجه نتاع الاخراج. نحاولوا بليزوموا ان التاريخ نجسدوه من خلال الصوره ومن خلال الناس هذوما. الفيلم الوثائقي صور من الواقع تتحول إلى إحساس ورؤية سينمائية تقطع المسافات وتتجاوز الحدود لتروي الحقائق.